نحن نقف في مفترق طرق يعتبر استراتيجي على مثلث سمي نتيجة معركة التي دارت هنا، سمي بمثلث الشهداء، إلى الشهداء العراقيين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل دحر الاحتلال الذي كان هدفه أن يحتل هذا المثلث الاستراتيجي. الموقعة الشهيرة كانت في 4/6 سنة 48. هنا وصلت الدبابات الإسرائيلية على بعد أقل من نصف كيلومتر في التل المقابل لنا. هب الجيش العراقي للدفاع عن هذه المنطقة، وكان هدفه تحرير جنين والقرى التي تم احتلالها. استشهد في هذه المناطق المحيطة فينا هؤلاء الجنود، فتم بمبادرة من مجموعة من أهالي قباطي بالتحديد، وعلى رأسهم الجدي فايز أديب نزال، في جمع جثث الشهداء. وكانت فكرة في أن يجمعوهم في مقبرة إكراما وتقديرا للدور والعرفان الذي هم قدموه للشعب الفلسطيني. نقشنا أسماء الشهداء على الصخر. فأسماء الشهداء هنا نجد عندنا 44 شهيد، منهم 14 شهيد مجهولي الهوية، والباقي ما تبقى منهم فهو موثق بالاسم والبلد التي جاء منها. عندما ننظر إلى المدن التي جاءوا منها نجد أنه كانت هناك وحدة وطنية عراقية لا تميز ما بين شيعي ولا سني، كلهم كانوا يمثلوا العراق الأصيل.